شنو راح يصير بيك إذا قالوا لك إنه زوجتك هي أختك بالرضاعة؟ يوم من الأيام بإحدى القرى بالجنوب التونسي، بأحد الأيام كان النسوان ملتمات ويسولفن على مواضيع، فلانة تزوجت وفلانة كذا وفلان كذا، متجمعات بمناسبة ويسولفن طبيعي. ولكن كانت أكو عجوز قاعدة بنصهن وتستمع لهن، إلى أن وصلوا لفلانة بنت فلان تزوجت فلان ابن فلان. وهنا العجوز قبت عيطتها مثل ما نقول، يعني تفاجأت وانصدمت وقامت تصيح شنو فلانة متزوجة فلان. فقالوا لها شبيك شنو الموضوع؟ قالت لهم فلان أنا رضعته وفلان أنا رضعتها، فهذول أخوان بالرضاعة. انصدمن النسوان اللي قاعدات يمها صدمة كلش كبيرة بهذا الخبر العظيم، ونقلن الخبر لأزواجهم. ولما وصل هذا الخبر الأبو الزوجة بأنه بنته متزوجة أخوها بالرضاعة، بعد ما سئلوا بالزوجة أكد لهم فعلا أنه هاي المرة أنا أخذتها الهاي المرضعة. طبعا كل الناس يعرفون أنه هاي العجوز تشتغل كانت مرضعة، يعني طلعوا الزوج والزوجة أخوان بالرضاعة. وقامت القيامة بين عشيرة الزوج وعشيرة الزوجة، وصار العرك بالعصي. عشيرة تتهم الثانية بأنه أنت السبب اللي وصلتنا لهاي الكارثة وراح تجرنا لغضب الله سبحانه وتعالى، وخصوصا أنه هذا الزواج مر عليه 10 سنوات وخلفوا من خلال هاي ال10 سنوات 3 أطفال. بعد ما سمعت هذا الخبر الزوجة مباشرة شردت البيت أبوها وحرمت نفسها عن الأكل والشرب، ووصلت إلى درجة أنه تنهي حياتها. وراح أثر هاي الشجارات هواي جرحة بين العشيرتين، إلى أن بيوم من الأيام تدخل أحد شيوخ العشائر من الشيوخ الكبار وقالهم بويه روح دوروا على عالم يلقانا حل لهاي الكارثة بدل ما تتعاركون. وفعلا خذوا بكلامه وصاروا يطوفون على جميع العلماء واحد واحد، اللي يعرفونه واللي ما يعرفونه. راحوا باتجاه المدن الكبرى في تونس، واي واحد يروحوا له صار يقولهم يابا هذا الزواج حرام، صار يقول لهم اي واحد يوصلوا له بحرمة الزواج ويجب تفريق الزوجين وتحرير رقبة او صيام شهرين كفارة، إلى غير ذلك من الفتاوى. إلى أن راحوا إلى مدينة قفصة وسئلوا علمائها، فكان الجواب نفسه، لأن المذهب المالكي كلهم يحرمون الرضاعة ولو من قطرة واحدة، اقتداء بمالك الذي قاس الحليب بالخمر، إذ إنما أسكر كثيره فقليله حرام، فتحرم الرضاعة ولا من قطرة واحدة. إلى أن بيوم من الأيام لزمهم واحد وقالهم عمي روحوا لشخص اسمه الدكتور التيجان السماوي وبلكي تلقون عده حل، لأن هذا الشخص أنا شايف مكتبته عظيمة جدا فلازم عنده حل. هذا الرجل عالم ويعرف كل المذاهب، وهواي شفته يجادل هذول العلماء ويسكتهم بالحجة البالغة. ولما سمع الزوج بهذا الشخص اللي اسمه التيجاني راح عليه مباشرة وسولف له القضية بكل تفاصيلها، وقال له يا سيدي زوجتي منتهية حيل وتريد تنهي حياتها، وأولادي مهملين ضالين واحنا ما نعرف شنو نسوى اصلا. وانا استبشرت خير لما دخلت عندك وشفت هاي الكتب والمكتبة العظيمة اللي عندك. فسئله هذا الشخص التيجاني وقال له انت كم رضعة رضعت من المرأة العجوز؟ فقال له ما اعرف صراحة، ولكن ابو البنية قال انه 3 رضعات او 2، يعني داز بنته لو مرتين لو 3 لهاي المرة العجوز. فقال له اذا كلامك صحيح فما عليك اي شيء والزواج صحيح. طاح المسكين علي ويبوس براسه ويبوس بايده ويقول له الله يبشرك بالخير، وقام بسرعة وحتى ما كمل قهوته ولا استفسر ليش، وطلع مباشرة حتى يبشر زوجته المسكينة. ولكن باليوم الثاني رجعوا 7 مع الزوج لنفس الشخص التيجاني، أبو البنية وعمدة القرية إمام الجمعة والجماعة ومدير مدرسة وأبوه، يعني لم وجهاء المنطقة وجابهم إليه. فكان رد التيجاني يا سادتي أنتم 8 أشخاص فما أقدر أخذ وأنطو وياكم كلكم، فدلوني على الأعلم بيكم واختاروه أنتو صيروا الحكم واحنا نسولف ونتناقش بالموضوع. عجبهم هذا الاقتراح وقالوا له ماشي. قرروا يختارون المرشد الديني بيناتهم،
كان أول سؤال لهذا المرشد الديني هو شلون أحلل ما حرم الله والأئمة ورسوله؟ فقال له تيجاني أعوذ بالله أنه أسوي هيك، ولكن الله حرم بآية مجملة، أوكل تفسير ذلك إلى رسوله بالكيف والكم. فقال له المرشد الديني أنه الإمام مالك يحرم رضاعة بقطرة واحدة، بس قال له أنا ما أعرف أنه يحرم من قطرة واحدة، والإمام مالك مو حجة على المسلمين، وإلا شنو قولك بالأئمة الآخرين؟ قال المرشد الديني رضي الله عنهم وأرضاهم فكلهم من رسول الله ملتمس. فقال التيجاني فما هي حجتك أمام الله على تقليدك لمالك الذي يخالف رأيه نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال بكل تردد واحتيار سبحان الله أنا ما أدري أنه الإمام مالك يخالف النص. وصاروا اللي ويا هذا المرشد الديني واحد يباوع بوجه الثاني، واستغربوا من التيجاني هاي الجرأة اللي عنده واللي ما شافوها من قبل. وكمل التيجاني وهو يقول هل انه الامام مالك من الصحابة؟ فقال المرشد الديني لا. قال له هل كان من التابعين؟ المرشد الديني قال له لا، وانما هو من تابعي التابعين. فقال له منو اقرب للنبي، هو ام علي بن ابي طالب؟ قال للمرشد الديني انه علي بن ابي طالب اقرب، فهو واحد من الخلفاء الراشدين. واحد من القاعدين قال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه هو مدينة العلم، هو باب مدينة العلم عفوا. فقال التيجاني ليش عفت باب مدينة العلم واتبعت رجل ليس من الصحابة ولا من التابعين، وانما ولد بعد الفتنة اصلا. حكى واحد من الجالسين جانب وقال له سمعنا انه انت شيعي وتعبد علي بن ابي طالب. فندسه واحد هم قاعد بصفه قال له اسكت، ما تستحي تقول هيك؟ الرجل محترم مثل هذا. قال هذا الرجل جاي يحكي حكي يعرف ايش جاي يحكي اصلا. فالتيجاني جاوبه وقال له صحيح انا شيعي بس ما اعبد علي بن ابي طالب، والشيعة ما يعبدون علي بن ابي طالب اصلا، وانما عوض ان يقلدون الامام مالك يقلدون علي بن ابي طالب، لان شنو؟ باب مدينة العلم حسب شهادتكم انتم. قال المرشد الديني وعلي بن ابي طالب حلل زواج المرضعين؟ قال لا، هم يحرمها اصلا، ولكن اذا بلغت عدد الرضعات 15 فما فوق، مشبعات ومتواليات، او ما نبت له عظم او لحم، يعني بين قوسين لازم الرضعات يكبرن شويه. فصار ابو الزوجه يضحك ويبتسم اكثر ويرتاح اكثر، وقال الحمد لله انه انا ما رضعت بنتي غير مرتين او ثلاثه. فقال المرشد الديني اعطيني دليل على هذا الحكي اللي جاي تحكيه اصلا. فانطاهم تيجاني كتاب منهاج الصالحين للسيد الخوئي، وقرأ بنفسه عليهم باب الرضاعة. فرحوا بهذا الحكي فرح كلش كبير، خصوصا انه الزوج كان شاك بالتيجاني انه ما عنده دليل يحكي من يمه، وقاموا فرحانين يدعون له ويعتذرون له. وبمجرد ما طلعوا من بيت التيجاني وراحوا حتى يفرحون ويبلغون اهلهم، لقاهم واحد من علماء السوء، فقالهم هذا التيجاني كذاب ومنافق ويدعو لدول اليهود ويبيح نكاح الاخوان. يعني ايش تتوقعون من هيك شخص؟ مو غريبة انه اباح لكم هذا الشيء، ايش تتوقعون منه؟ والى غير ذلك من التهم الباطلة اللي خلاهم يغيرون رأيهم، خلاهم يجبرون الزوج ان يتقدم بدعوى طلاق لدى المحكمة الابتدائية في قفصة. وطلب منهم رئيس المحكمة انه يتصلون او يتواصلون مع رئيس او مفتي الجمهورية حتى يحل هذا الاشكال. فعلا سافر الزوج وبقى هناك شهر كامل حتى يقدر من انه يتمكن من مقابلة مفتي الجمهورية ويحكي له الموضوع من اول الاخر. وفعلا لقاه بعد تعب وعناء شديدين قدر يحكي له الموضوع والسالفة باكملها، وقال له انه اكو واحد هناك حلل هذا الزواج واباحه واسمه التيجاني. سجل مفتي الجمهورية اسم التيجاني وقال له تروح وانا ابعث رسالة لرئيس المحكمة وان شاء الله خيرا. وفعلا اجت الرسالة لرئيس المحكمة واطلع عليها وقال بان مفتي الجمهورية حرم هذا الزواج. راح الزوج للتيجاني وحكى له الموضوع هميا من اول الاخر، ويعتذر عن الازعاج والحرج اللي جاي يسببه للتيجاني. صار التيجاني منزعج ومتفاجئ شلون مفتي الجمهورية يبطل هذا الزواج اللي أحله الله سبحانه وتعالى. وبعد كم يوم اجت دعوة أو رسالة من المحكمة من رئيس المحكمة إلى الدكتور التيجاني تأمر باستدعائه ويجيب الأدلة اللي عنده اللي تقول أو تبطل رأي مفتي الجمهورية واللي تثبت أحلية هذا الزواج. وفعلا راح التيجاني باليوم والساعة المذكورة بالدعوة
ومعاه جميع الأدلة. فتفاجأ اللي كان قاعد قدامه برئيس المحكمة ورئيس محكمة الناحية ووكيل الجمهورية هم. تفاجأ انه قاعد بجلسة رسمية، ولاحظ ايضا انه زوج المرأة قاعد وراه، وكانوا كلهم يباوعون له باشمئزاز واحتقار. ولما قعد قال له رئيس المحكمة وبلهجة احتقار: هو انت التيجاني السماوي؟ فقال له: نعم انا هو التيجاني. قال له: انت اللي افتيت بصحة هذا الزواج؟ قال له: اعوذ بالله انا افتي، شلون افتي انا لوحدي؟ ولكن الائمة وعلماء المسلمين هم اللي فتوا بهذا الشيء. فقال رئيس المحكمة: وعلى مود هذا الشيء احنا جبناك اليوم، واذا ما ثبتت هذا الكلام بالادلة ما راح تطلع منا غير الا للسجن، وانت الان في موقف الاتهام. وقتها التيجاني فعلا عرف نفسه انه بموقف حرج وبموقف اتهام صعب، مو لانه بس طلع ادلة انه هذا الزواج حلال، ولكن اكو ناس حاكوا رئيس المحكمة وقالوا له انه التيجاني كذا وكذا، وقاموا يذبون عليه تهم باطلة بانه التيجاني يسب الصحابة، والتيجاني يشوه صور المذاهب، والكثير والكثير من هذه التهم. فرئيس المحكمة قالهم: بس جيبوا لي علي شاهدين وانا ادخله للسجن. وما كان قدام التيجاني غير انه يرد على هاي الاتهامات، لان مستحيل راح يتخلص اذا ما دافع على روحه دفاع شرس. فقال رئيس المحكمة: تسمح لي احكي بصراحة تامة سيد الرئيس؟ فقال له: طبيعي احكي، انت اصلا ما عندك محامي. قال له: سيدي انا ما نصبت نفسي للافتاء، واصلا مو يم القضية، ولكن هذا الرجل الزوج اللي قاعد وراي هو اللي اجاني وحكالي الموضوع، انا مجرد انطيته الفتوى اللي اعرفها، فسألني وكان واجب علي انه اقول له بالموضوع. رئيس المحكمة قال له: عجيب، يعني انت هسه تدعي انه انت تفتهم واحنا جهلاء؟ قال له التيجاني: استغفر الله، مو هيك قصدي، ولكن كل الناس هنا يعرفون مذهب الإمام مالك ويتوقف عنده، ولكن أنا فتشت كل المذاهب ولقيت حل لهذه المسألة بكل بساطة. فقال له الرئيس: وين لقيت الحل؟ قال له: قبل كل شيء سيد الرئيس، تسمح لي أسألكم سؤال؟ قال له: اسأل اللي تريده. قال له: شنو رأيكم بالمذاهب الإسلامية؟ قال له: كلهم صحيحين، فكلهم ملتمس من عند رسول الله، وفي اختلافهم رحمة. فقال لهم: ارحموا هذا المسكين، مشيرا إلى الزوج اللي صار له أكثر من شهرين وهو مفارق زوجته وأولاده، بينما أكو مذاهب حلت مشكلته بكل بساطة. فرد عليه رئيس المحكمة وبلهجة غاضب حيل قال له: جيب الأدلة وكافي تهريج، سمحنا لك تدافع عن نفسك، فتريد تصير محامي لغيرك؟ طلع التيجاني كتاب منهاج الصالحين من جنطته وقال له: هذا مذهب آل البيت، وبالدليل القاطع سيد الرئيس. قال: لعوفنا من مذهب أهل البيت فنحن لا نعرفه ولا نؤمن به. كان التيجاني متوقع هذا الشيء حرفيا، ذلك جابوا وياه عدة مصادر من أهل السنة بعد بحث وتنقيب. ولما رفض رئيس المحكمة أنه يباوع بكتاب السيد الخوئي منهاج الصالحين، سئل التيجاني عن الكتب اللي يثق بها حتى يعطيه من عندها مصادر، فقال له: البخاري وصحيح مسلم. طلع له كتاب البخاري وقال له: اقرأ سيد الرئيس. قال له: انت اقرأ. فقرأ له مصدر عن عائشة تقول: لما توفى رسول الله لم يحرم من الرضعات إلا 5. وبعدها طلع له كتاب صحيح مسلم، واللي وراه للشيخ الأزهر كتاب الفتاوي، وبعدها ذكر اختلاف الآراء في المصادر السنية جميعا، اللي يقول 5 واللي يقول 10 واللي يقول 15، عدا مالك قطرة واحدة. فقال له: اللي خالف النص وحرم قطرة واحدة ما راح أقول أي شيء، بس أنا أميل إلى أوسط الآراء وهي 5 فما فوق. وبعد ما اطلع رئيس المحكمة على هذه الأحاديث والمصادر في الكتب السنية المختلفة قال: يكفي. ثم التفت إلى الزوج وقال له: هسه تروح لأبو البنية وتجيب لي أبو الزوجة حتى يشهد كم رضعة بنته، فإذا قال 2 أو 3 فراح تاخذ زوجتك وترجع لبيتك، وما عليكم أي حرام وماكو أي طلاق. وطار المسكين من الفرح واعتذر رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية وبقية الأعضاء اللي كانوا حاضرين اعتذروا من التيجاني. بعد ما خلى المجلس وانتهت المحكمة قال له: تعال أريدك بشغله. رئيس المحكمة قال للتيجاني، قال له: أنا أعتذر منك، شعلة ومخي بيك، أنت هيك مسوي وأنت هيك بلاوي عندك، فكرهوني بيك قبل لا أشوفك، وهذا كان غلطي، ما كنت تدري انهم حاسدون كارهون، بس انا سمعت انه انت عندك مكتبة عظيمة، ادور على كتاب اسمه حياة الحيوان الكبرى للدمائري، ما اعرف صراحة، نسيت اسمه، موجود عندك؟ قال له: ايه عندي سيدي.
فقال له تقدر تعيرني اياه؟ قال له هو لك سيدي متى اردت. قال له اريد نلتقى انا وياك واستفيد منك. قال له لا العفو، انا اللي استفيد منك سيد الرئيس، لان انت اكبر واعلم. تواضعا طبعا، وطلع فرحان من المحكمة والحمد لله، لانه دخل مهدد بالسجن وطلع وهو مصادق رئيس المحكمة. هاي بركات طريق اهل البيت الذين لا يخيب من تمسك بهم ويأمن من لجأ إليهم. وطش الخبر بالقرى المجاورة والمدينة الكبرى وبالجريدة بأنه التيجاني هو أعلم من مفتي الجمهورية، وراحت سمعة مفتي الجمهورية. وبعدها اجت سيارة كبيرة قدام باب التيجاني، وطلع الزوج وقال له هسه تروح وياي انت وعائلتك معزومين على عرسي او حفلة رجوعنا سوية واحتفال القبيلتين، وانت لازم تكون حاضر. فقال له انا مشغول وما عندي وقت حاليا، ولكن ان شاء الله ازوركم في وقت لاحق. واشتهرت القضية ورد الله رد الكائدين، وهواي ناس استبصروا وعرفت الحقيقة، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. واخر دعواتنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. شكرا لأن كملت القصة.